هي شائعه واحده اللي طلعها عمرو عبد العزيز. لا مفيش دخان من غير نار يا استاذ عمرو. بالعكس بالعكس، استاذ عمرو عبد العزيز مين قال لك انها كانت اشاعه؟ ممثل صديق. مين قال لك انها كانت اشاعه؟ وطلع اشاعه او هو ذكر معلومه. هنقول المعلومه ولا لا طبعا ما ينفعش. لا ما ينفعش نقول له كان خاطب ناديه الجندي. ايوه كان، ايوه ده حقيقي. اهم حاجه بعد الطلاق ايه او الانفصال؟ ما تخلي ملفظك كويس يعني، نسمي كده ونطلع الحلقه كده بسم الله الرحمن الرحيم ما على فكره بنسمي بنعمل بعد. انت حضرتك سعادتك بتعمل لي فيها دور المخرج وتيجي في المونتاج تروح قاصص كل اللي احنا ابتديناه ده وقلناه وبتروح بادي على طول. بيبقى هاري، يبقى هاري. خلاص يبقى نتكلم بقى على طول، نخش في الموضوع على طول. اتفضل. دلوقتي احنا لما بيحصل انفصال وبيحصل طلاق او حاجات زي لا قدر الله، لا قدر الله، تمام. ايه اكتر حاجه يعني بتضايق الواحد لما يبقى منفصل؟ ان تقعد طليقته او اللي كان مصاحبها تقول عليه حيوان 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 كده. ده عادي جدا على فكره، مش مشكله. عادي جدا تقال عليك حيوان، عادي جدا مش مشكله. الولاد مثلا بيبقوا صعبانين عليك او بتاع وكده. طبعا طبعا. لا برضو الولاد عادي جدا جدا برضو بتشوفهم وفي رؤيه وفي بتاع والحاجات دي وبتخلص بتقضى يعني. امال ايه بقى يعني؟ ففي مثلا النفقه او الفلوس اللي انت بتدفعها وبتاع، فلوس كتير، فلوس كتير، فلوس كتير بعد الانفصال يعني. قرار الانفصال ده بيبقى قرار صعب. فعشان تاخد فعلا لازم يبقى عندك الجراءه ان انت تعمله وتستحمل تبعاته. اكتر حاجه بتتعب بعد الانفصال هي الوحده، ان انت تبقى وحيد. وعشان كده احنا عايزين نطبطب على آلام ونلمس مشاعرهم. بالظبط. ايه اكتر حاجه ممكن تطبطب على آلامك وتلمس مشاعرك؟ الفلوس. لا الفلوس دي بتطبطب، الفلوس دي بتوديك في حته تانية خالص. احنا عايزين حاجه ممكن تطبطب على مشاعر الواحد بعد ما يكون منفصل او بتاع. فتلاقي دايما الست اي بت. لا خالص، بالعكس. انت لو دخلت في علاقه بعد علاقه ايه؟ بقول لك اي بت كوتشينه يعني. بت حيوان اليف. بت يخرب. شفت انت نيتك راحت فين؟ لا اشتغلتني يا ابني. ايوه انا يا ابني بتكلم. ايوه بت اسمها بت مش بت. اسمها بت. بت اي بت اللي هو تجيب كلب تجيب قطه. تلاقي دايما اي حد بينفصل او قاعد لوحده او حتى لو ما اتجوزش خالص مثلا هتلاقيه دايما لازم يجيب كلب او قطه او حاجه حيوان اليف. هو ده فعلا اللي بيطبطب على مشاعرك وهو صح. فانت ايه رايك في الحكايه دي؟ انا يعني هل انت ممكن يعني لا قدر الله يعني مش يعني انت مثلا لو انت لوحدك؟ بص يا باشا، احنا من غير حاجه انا كنت معقد جدا من الكلاب اصلا يا راجل جدا. كنت اتعضيت وانا في ابتدائي. العضه اللي انا عارف العضه دي فين، انا عارفها. وفي ممكن نوريها للمشاهدين. ايه يا عم في ايه؟ ما عنديش اي اصابات في جسمي غير في ايدي هذه العضه اللي عضها لي الاسرائيلي الحقير.